الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى الله. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. كلمات الراحلين، برنامج نعيش فيه مع مختارات من روائع الكلم لصفوة من علماء الأمة المتوفين في شتى بقاع العالم الإسلامي. فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يأمر سبحانه عباده المؤمنين بأن يتوبوا إليه من جميع ذنوبهم، ويخبر سبحانه أن في ذلك الفلاح، يعني الظفر والفوز والسعادة. وإذا كان المؤمنون يؤمر بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ إذا كان المؤمن يؤمر بالتوبة وهو محل الوعد بالجنة لأنه لا يخلو من تقصير وتفريط، فكيف بحال غيره من الناس؟ فالتوبة لازمة لجميع المكلفين من الكفرة والمسلمين جميعا. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتوبة الكافر دخوله في الإسلام وندمه على ما مضى منه وعزمه أن لا يعود في ذلك. وهذه أعظم نعمة وأكبر نعمة، أن يتوب الكافر من كفره إلى الإسلام وأن يلتزمه خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له ومحبة له وتوحيدا له واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. ومن أحسن في الإسلام غفر له ما مضى من ذنوبه وسيئاته، ومن أساء في الإسلام بكي بالأول والآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعاقل يتذكر دائما أنه لا يدري ما يعرض له ولا يدري متى يهجم عليه الأجل، فلذلك يسارع إلى التوبة ويلازمها في جميع حالاته وفي جميع زمانه، يخشى أن يلقى الله غير تائب، فلهذا يبادر بالتوبة في جميع الأحوال. ولهذا قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالتائب ما يصر، التائب يقلع من الذنوب ولا يصر عليها، بل يبادر بالتوبة والإقلاع والندم والعزم الصادق لا يعود. هكذا التائب. والتوبة الصادقة النصوح تشمل أمور ثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما لله، وأمرا ثالثا وهو العزم الصادق ألا يعود فيها. وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى الله. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. كلمات الراحلين.